اول حاجه ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير لو عايز تعرف قوانين العمل في بولندا او في اوروبا عموما. خلينا متفقين ان الف ب سفر حساب بنك، ايا كانت الطريقه اللي هتسافر بيها، سواء هجره، زياره، سياحه، دراسه، او حتى لم شمل، لازم تعمل حساب بنك. لو انت حتى شغال في فرن، شغال في كافيه، شغال في اي حاجه، اعمل حساب بنكي وشغله لحد ما ربنا يكرمك بالسفر والسفر يجي لوحده، يكون حسابك جاري وشغال. المفروض تحط في البنك حساب 200,000، ما ينفعش تاخد ال 200,000 تحطهم مره واحده، على الاقل يفوت 6 شهور ويكون حسابك شغال. فانت حتى لو بتقبض 5000 جنيه حطهم في البنك واسحب مشترياتك كلها بالفيزا، لان الحساب البنكي ده بيعطل ناس كتير، خصوصا ان في ناس بتجي لها السفر فجاه ما شاء الله، وفجاه بيعطل عشان ما فيش حساب بنك عدى عليه 6 شهور. تاني حاجه مهمه بقى انك لازم تعرف تتكلم انجليزي. تروح للحاج ازاي تقول له عايز 2 كيلو بوريروس؟ بجد حتى لازم تتكلم لغه انجليزيه. يعني انت متخيل مثلا ان انت وصلت لدوله الشعب بتاعها حتى ما بيتكلمش انجليزي، فتلاقيه مثلا لو انت بتتكلم انجليزي فهو بيبذل مجهود علشان يعرف يوصل لك المعلومه اللي عايز اوصلها لك بلغه انجليزيه. ما بالك انت وصلت دوله ولا بتعرف تتكلم لغتها ولا بتعرف تتكلم انجليزي، بل حتى اللي تخليك تعرف تعبر عن نفسك. وانا هسيب لكم في اول كومنت تحت صفحه المستر شريف، بيعلم اللغه الانجليزيه وبيعمل محتوى انجليزي سهل وبسيط خالص تقدر تتعلم منه حاجه. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير وتعمل منشن لصاحبك اللي ناوي يسافر قريب.